عملت ايه في الحفلة؟ اتبسطت؟ جدا. ده كويس؟ في ايه؟ الحفلة اتلغت واتعمل لي محضر وادفع غرامة قد كده. ايه ده؟ ليه؟ ليه كل ده؟ عشان الحفلة كانت من غير ترخيص. طيب معلش ما تتضايقش. خلاص مش هنتكلم دلوقتي، نتكلم بعدين. ممكن بكرة واحنا بنجيب حاجات البيبي. حاجة البيبي؟ بجد؟ انت مش حاسة بيا خالص؟ بقول لك اتعمل لي محضر وهدفع غرامة قد كده وانت تقولي لي البيبي؟ في ايه يا شادي؟ انت بتتعصب كده ليه؟ انت مش حاسة بيا يا فرح؟ يا سلام، وانت اللي حاسس بيا يعني؟ هو البيبي ده ابني لوحدي ولا ابنك انت كمان؟ لا بجد لا، انا تعبت من طريقتك دي. تعبتي بجد؟ على فكرة انا كمان تعبت. عارفة تعبت من ايه؟ من طارق بتاعك ده. ايه علاقة طارق؟ هو انت اي حاجة في الدنيا بتدخل فيها طارق ليه؟ انا مش فاهمة. غير عشان كل شوية الاقيه في وشي وهو ابوكي بقوا صحاب. لو مش واخدة بالك انه بيعمل كده عشان يقرب لك يا فرح تبقي عبيطة. عبيطة؟ طيب انت شكلك مش واخد بالك، انت اللي مش واخد بالك انت بتقول ايه. فانا هسيبك دلوقتي عن اذنك. حلو قوي الكلام ده. يعني انت مش عارفه تربيني وعديتها، انما كمان متخانقه مع بابايا. عظيم. يعني انا هطلع ما عنديش اب. انت عارفه ده ممكن يسبب لي ايه؟ ها؟ أنا عرفت أنت كنت متضايقة مني ليه. صاحبي الأنتيم فهمني. الانتيم؟ طارق. فهمني إنه أنت كنت زعلانة مني عشان كنت بتلمحي لي إني أنا أقول لك إني بحبك، صح؟ صح. يا ابن الذين يا طارق. لا تعور. ركز يا ماجد، ركز. طب ليه يا ديدا ما قلتليش على طول كده؟ ما قلتهاليش في وشي يعني؟ ليه قعدتي تلمحي لي وانا ما افهمش فتزعلي مني؟ بصراحة يا ماجد كان نفسي تقولها لي انت الأول، بس خلاص مفيش مشكلة، مش لازم نكبر المواضيع. أقولها لك أنا الأول. ماجد أنا بحبك. وانا كمان بحبك رغم كل الستات الحلوه اللي في حياتي. أنت هتذلني يا ماجد؟ مش قصدي انا قصدي يعني ان انا بحبك وبحبك انت لوحدك بس. بس إيه؟ هو في حاجه تانية ديدا. هو احنا مش هينفع نبقى متجوزين وعايشين مع بعض وانت لسه ما بتكلميش ماما. يعني إذا كان على ماما هكلمها. هو مفيش لزوم لان هي هتيجي الاسبوع اللي جاي. شفت المفاجأة؟ دي مفاجأة سارة جدا. انا اسف جدا على اللي حصل امبارح. انا عارف اني غلطان. ولا يهمك يا شادي، انا عارفة ان انت مضغوط. وبخصوص البيبي انا عارف انك متضايقه اني ما كنتش فاضي الفتره اللي فاتت، بس صدقيني انا هحاول اكون فاضي اكتر الفتره الجايه. انا مش متضايقة ان انت مشغول خالص. انا كل الموضوع ان انا خايفة اولد الاقيني لوحدي انا والبيبي فرح كانت عايزة تسمع كلمة واحدة بس من شادي. ما تخافيش، أنا هبقى معاكي. ما تخافيش يا فرح، انا عامل حسابي اول ما هتولدي هجيب دادا تقعد معاكي طول الوقت. دادا؟ افتكرتك هتقول ان انت اللي هتكون معايا. انا هبقى معاكي طبعا، بس انت عارفه ظروف الشغل والفتره الجايه كمان هبقى مشغول جدا. لدرجة ان انت مش هتلاقي وقت لابنك، صح؟ ارجوكي بلاش نتخانق تاني. انا مش عايزة اتخانق يا شادي، انا بس كان نفسي ان مفيش انت بس بقى، صدقيني يا فرح انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اريحك. فرح انا بحبك.
وانا كمان يا شادي بحبك. المرة دي فرح أول مرة تقول له بحبك وهي مش حاساها. ماما معلش افتكرتك فرح. ديدا تعالي يا حبيبتي، عايزاكي في كلمتين. خير يا حبيبتي. كل خير. انا عارفه ان انت زعلانه مع فرح. ماما انا مش ناقصه. اسكتي يا حبيبتي بس واسمعيني. انا حاسه بيكي وعارفه ان انت خايفه على فرح تمام زي ما كنت انا بعمل معاكي زمان. بس انا عمري يا حبيبتي ما فكرت ان انت بتعملي حاجه غلط. بالعكس انا على طول شايفاكي ام عظيمه. يا حبيبتي يا ماما ربنا يخليكي ليا. انا بقى شايفاكي اعظم ام في الدنيا. يبقى خلاص بلاش تزعلي بقى من فرح، لانها بتعمل نفس اللي انت كنت بتعمليه بالظبط. وما تزعليش مني انا كمان، عشان انا برضو لسه بخاف عليكي. اوعوا تكونوا بتتخانقوا والنبي. يا ستي ما بنتخانقش ولا حاجه، بنتكلم بس. تعالي يلا تعالي توتا يلا. ايه يا حبيبتي؟ إيه مالك يا فرح، زعلانه من ايه؟ مش زعلانه يا ماجده، انا مرعوبه. مرعوبه؟ مرعوبه من ايه؟ حاسه ان انا مش جاهزه يا ماما، مش جاهزه اكون ام. ده انا قعدت مع بنت اخت داليا يوم واحد بس كنت هموت من التعب، امال بعد ما اولد هعمل ايه؟ لما هتبقي ام هنبقى معاكي وهنساعدك في كل حاجه. انا مش عايزاكي لا تخافي ولا تترعبي من اي حاجه خالص. كلتي ايه بقى النهارده؟ كلت بطيخ. وهي عامله ايه مع البطيخ بقى؟ بتتنطط اكيد. بتعوم في البطيخ. كنت عاوزاني؟ فارس كويس انك جيت، اتفضل. هو انا بصراحه يا نادين انا كمان كنت عاوز اقول لك. لا انا اللي عايزه اقول لك حاجه وعايزاك تفهمها كويس قوي. فارس احنا مش هينفع نقرب من بعض اكتر من كده، خصوصا ان انت اخو زين. فارس هو احنا ممكن نبقى اصحاب صح؟ اكيد طبعا يا نادين، اكيد. بجد يا فارس انا مش عارفه اشكرك ازاي. لا خالص. اتفضلي.